على غرار المدارس الكردية الأخرى، نظمت متوسطة الشهيد رنجين في كركوك مهرجانها السنوي بمناسبة أعياد نوروز والاحتفالات بذكرى الانتفاضة المباركة، حيث تضمن المهرجان عرض أعمال يدوية وفلكلورية. قمنا باحتفالية سنوية حتى نعرف الطلاب على ماضيهم، وخليناهم يشوفون أوليات اللي عاشوا بها أهاليهم اللي قبل أجدادهم. فردنا من هاي الاحتفالية السنوية لهم حتى يتعرفون على أكثر شغلات تاريخية. المهرجانات اللي نسويها السنوية حتى مو بس مدرستنا، مدارس حتى الابتدائية والإعدادية، يعني كلنا نشارك هاي المهرجانات حتى نعرف الطالب، يعني هم يعرف يعني شغلات اللي ماضي واللي قبل واللي الانتيكات. احنا يعني هذه الاحتفاليه يعني نجيب هلال الانتيكات نجمعها من البيوت القديمات، يعني باقيه من البيوت نجيبهن نعرضهن هنا حتى كل الطالب اللي ما شايفه يشوف هاي الانتيكات والشغلات القديمات. هاي الغرض من الاحتفاليه السنويه نسويها بالمدارس. الدراسة الكردية في تربية كركوك أكدت بدورها المشاركة في العديد من المعارض والمهرجانات التي أقامتها المدارس خلال السنة الدراسية الحالية، بعد الانقطاع عن إقامة تلك الاحتفاليات لمدة عامين بسبب جائحة كورونا. نحن كدراسة الكردية في محافظة الكركوك اشتركنا في عدة معارض والمهرجانات بمناسبة أعياد النوروز وانتفاضة الآذار، وهاي المناسبات لديها بالنسبة للقومية الكردية ورث حضاري. يجب كل سنوات نعيد نفس المناسبات، لكن كان هناك بسبب جائحة الكورونا تأجلت، صار لنا أكثر من عدة سنوات، سنتين أكثر لم نقم أي معارض أو المهرجانات. الطلاب عن طريق هاي المهرجانات والمعارض يبرزون فيها مواهبهم، وهذا لديه استفادة كبيرة في مستقبلهم لتشخيص الفرع التي يقومون في الجامعات في حياتهم اليومية. لديها عدة استفادات وأهمية كثيرة في حياتهم اليومية. إقامة المهرجانات والمعارض السنوية من قبل إدارات المدارس تساعد الطلبة على إبراز مواهبهم من خلال الأعمال اليدوية التي يشاركون بها، فضلا عن إطلاعهم على تراث الآباء والأجداد من خلال الأعمال الفولكلورية التي تتضمنها هذه المهرجانات.